بيتعلل بيها اللي بيقولوا ان الديمقراطية لا تصلح علشان احنا عندنا نسبة أمية عالية، مش كده؟ وبيقولوا مشكلة الشعب المصري انه عنده أمية. طيب القول الصحيح انه الديمقراطية ليس لها علاقة بوجود او عدم وجود مستوى تعليمي معين او أمية للشعوب. يعني لو احنا قلنا الدول اللي هي بنقول عليها النهارده ديمقراطية، حين بدأت الحياة الديمقراطية في هذه الدول كانوا كلهم متعلمين ولا ايه؟ ما حصلش. طب ده انا هضرب لكم مثلا. ده في دول كانت اكثر دول اوروبا تعلما ورقيا وتقدما وتحضرا، المانيا كمثال، واختارت النازية. ايطاليا واختارت الفاشية. الالمان المتعلمين الحلوين مشوا ورا هتلر، والطليان مشوا ورا موسوليني، وده ديكتاتور وده ديكتاتور. طب فين هنا بقى الديمقراطية؟ الهند لما خدت استقلالها كان نسبة الأمية في الهند 80% فقط، وصارت في المسار الديمقراطي. يعني إذا لم تكن الأمية عائق لتحقيق الديمقراطية. ويمكن احنا في أول الحديث النهاردة اتكلمنا عن الوعي الذاتي، وده موجود عند كل واحد، مش موجود عند واحد خد الدكتوراه واحد مش ما خدش الدكتوراه، لا كل عنده هذا الوعي. طيب أنا عايز أقول لكم حاجة. تخيلوا إن دولة زي الهند بنلاقي فيها مثلا رئيس الجمهورية مسلم، ورئيس الوزراء من السيخ، ووزير الدفاع كاثوليكي. شفتوا التركيبة؟ لأن فيها ديمقراطية. فيها ديمقراطية. فتلاقي ده وتلاقي ده وتلاقي ده. يبقى ما كانتش في يوم من الأيام الأمية عائق لتحقيق الديمقراطية. الحاجة الثانية، مصر لما بدأت الفترة الليبرالية بتاعتها سنة 19 كانت الأمية فيها أعلى من دلوقتي. يعني أعتقد وإحنا في ثورة 19 كانت نسبة الأمية تتجاوز 75%، إن لم يكن 80%. ولكن في هذه الفترة رغم إنه لما كانت بتجرى انتخابات نزيهة غير مزورة لا يتدخل فيها القصر ولا أحزاب الأقلية، كان حزب الوفد بيفوز. يعني هنلاقي حزب الوفد فاز في 7 جولات لم يتدخل فيهم القصر أو أحزاب الأقلية. ويمكن القصر في هذه الفترات ما كانش بيتدخل. ليه؟ لأنه كان يرى المصلحة في هذه الفترة أن يدير الوفد شؤون البلاد. في النهاية أنا عايز أقول إنه السياسة بمفهومها الحقيقي واللي يجب أن تكون عليه هي الأفضل. السياسة بمعناها هي استخدام السلطة لتحقيق الأفضل للمحكومين. يبقى السياسة معناها اللي احنا عايزين الناس تعرفه هو استخدام السلطة لتحقيق الأفضل للمحكومين، مش تحقيق الأفضل للحاكمين.
طيب هتيجي تقول لي والأمية في مصر، أقول لك طب يا سيدي هو يعني اللي إذا قلنا اللي انقادوا وراء الإخوان كانوا بسبب الأمية، طب واللي انقادوا في 30 يونيو كانوا بسبب الأمية برضو؟ كلام مش منطقي وكلام مش مقبول. لكن أنا بقول إنه في حاجة اسمها وعي ذاتي موجود عند كل مواطن، موجود، وده شيء طبيعي، وأي مواطن بيتحسس الخطر وبيحس بيه وبيحاول يواجهه بأشكال مختلفة. أنا مش عايز أطول عليكم النهاردة، وشايف إنه القدر ده كافي عن موضوع حول الديمقراطية، يعني هو مش أكثر من ذلك. وبشكركم والسلام عليكم.